السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دلع البنات. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم شيش شوك بطريقة سهلة برضو جدا، وعاملة معاه زبادي، سلطة الزبادي، بس هصورها لكم انتوا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طريقته سهلة جدا وانتوا شايفين لونه جميل قوي قوي. مكونات سهلة وبسيطة، وهكون معايا شوية خضروات كده عشان التزيين. معايا فلفل الوان اصفر واخضر واحمر وبصل وطماطم وجزر لو حابين، وللتزيين بقدونس او شبت. ماشي، الموضوع يعني سهل جدا. انا غسلت الفراخ كويس جدا وقطعتها ونقعتها في ملح وليمون لغايه ما خلصت لغايه ما هقطع الخيار لغايه ما هقطع الخضره. ماشي، وبعد كده هصفيها من المحلول بتاعها. يلا نعمل الدريسنج بتاعها. هنعمل ادي كوبايه زبادي، ماشي، كوبايه زبادي وبهارات الشيش، طاووق. اللي حابب يحط، مش بيستغنى عن بهارات الشيش طاووق ويحط توم بودره وبصل بودره وبابريكا وفلفل اسود، بس اكيد ده بيغنينا عن كل البهارات اللي انا اجيبها من بره وكده، ده بيغنينا عنها. ماشي، يعني حتى الملح موجود فيها. نقلب كويس جدا ونحط ليمونة كاملة. ماشي، تدي مزازة للفراخ، تبقى جميلة جدا. وبعد كده احط خل، شوية خل بسيط برضك عشان احنا حاطين ليمون، فما كترش الخل عشان ما تبقاش مزة قوي. وبعد كده حبة زيت، بس برضك حبة صغيرين. وحبة ملح صغيرين، لان كده كده اصلا في البهارات الشيش طاووق فيها ملح، هنحط حبة صغيرين خالص، مش محتاجين نحط ملح كتير. هو الصراحة جميل جدا جدا الدريسنج ده، طعمه خطير. ونقلب بقى مع الفراخ ونسيبها بقى شوية، نقلبها بقى كويس جدا ونسيبهم مع بعض ونسيبهم شوية لغاية ما نكون قطعنا الخضار ده. ماشي، طريقة سهلة جدا جدا جدا، مش محتاجة اي حاجة. قطع الخيار، اللي حابب يحط خيار يحط، اللي حابب يحط بصل، اللي حابب يحط فلفل بس نوع واحد يحط نوع واحد براحته جدا. حطوا جميع اللي عندكم حطوه. يعني انا مرة والله حطيت كوسة جميلة جدا، ده كان طعمها جميل. حابة تحطيها كده من غير اي حاجة على العصيان، ماشي. بس الفلفل الالوان بتديها شكل جميل، وبيبقى الفلفل معسل جدا جدا، يعني بيبقى طعمه جميل الصراحة. متنسونوش في الاشتراك والدعم في القناة.
ان شاء الله تشوفوا مننا كل جديد في القناة بإذن الله. قطعت كله بصل وفلفل وفلفل احمر وفلفل اصفر وجزر، وقلبهم بقى كويس جدا معاهم. عشان ياخدوا من طعم الصوص اللي احنا عملناه او الدريسنج اللي بيقولوا عليه. وهنحط بقى واحدة 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 واحدة، يعني منظر جمالي كده، لان بيقول العين تاكل قبل الايه، قبل البق. ايه رأيكم في شكلها؟ شكلها عايز تاكل وهي نايمة. شكلها وطعمها بيبقى تحفة الصراحة، والأولاد بيحبوها جدا يعني، وأكلة خفيفة. ربنا يبارك فيكم ويحسن ما بين ايديكم. معلش عشان انا فاتحه قناه جديد، فانا يعني لسه ما خدتش على ان انا اتكلم، بس بعد كده ان شاء الله نتكلم مع بعض وتعلقوا لي واعلق لكم باذن الله. الدريسنج مش هنرميه طبعا، الباقي هنفرده في الصينيه تحت، ونحط نرص عليه الشيش. بعد كده نفتح الفرن على على 180، ندخله جوه الفرن. في مروحه افتحيها عشان تدي تدي الوش. مفيش مروحه، بعد ما نخلص الفرن نفتح الشوايه. الفرن فيها مروحه افتحيها عشان تسوي وتدي الوش الجميل ده. مفيش مروحه خلاص. ايه رايكم بشكلها؟ اكتبولي في التعليقات لو عجبتكم، اكتبولي عليها. بس عايزه اقول لكم فعلا يعني طعمها جميل جدا. ايه رايكم في الشكل النهائي؟ بعرف ازوق ولا لا؟ جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم ودعموني في القناه. ودي سلطه الزبادي هعملها لكم مره ثاني، انا مصوراها يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.